مش قادرة اسكت ومش قادرة اقول، مش عارفة اقول ايه. طول ما اللهم صل على محمد. ما شاء الله. طول ما في ناس زيكم. ما شاء الله. الو. نعم معاك انت على الهواء. طول ما في ناس زي الشيوخ اللي معانا، وطول ما في ناس بالخير دوت، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنقدر نقف على رجلينا. احنا امه ما شاء الله علينا، عايزين كل واحد في امتنا يكون عمر بن الخطاب، يكون كل واحد في امتنا يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا يختص لي. ارجوكوا علوا صوتكم قوي قوي قوي، خلي العالم كله يهتز، كل العالم يقف يقول احنا ايه. الله يبارك لكم بشهد الله اني بحبكم في الله، والله بحبكم في الله. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخت هدى، وكثر من أمثالك إن شاء الله، واجعلنا جميعا جنودا لهذا الدين وفداء لرسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم شيخنا. شيخ محمد. أي نعم بارك الله فيك. الشيخ يستكمل إن شاء الله بنفتح استطرادة في الرسول بدأ التضحيات صلى الله عليه وسلم. يعني أسأل الله أن يستر أختنا الفاضلة. آمين. وهذا نموذج من نماذج الخير في هذه الأمة، وطالما أقول لا ينبغي أبدا أن نجرد الأمة من خيريتها. نعم. فهذه الأمة يا أختاه أخت هدى، أسأل الله أن يزيدني وإياك وإخواننا هدى. آمين. أقول أبشري يا أخت هدى، فهذه الأمة هي خير أمة. نعم. وستظل خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها لمرحلة ضعف تمر بها أمتنا الآن. وإذا أردت أيتها الفاضلة الطاهرة أن تقفي على مكانة هذه الأمة، فانظري إلى كل أمم الأرض، ستجدين أمم الأرض قد كفرت بالله، وقد كفرت بأطهر وأشرف خلق الله، ولا توجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله وتحب الحبيب إلا أمة المصطفى. قال الله سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال الله سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأبشري يا أختاه، واعلمي بأن الأمة وإن مرضت فإنها ما ماتت ولن تموت، واعلمي بأن الأمة وإن نامت فإنها ما ماتت ولن تموت، لأن الله شرفها بحمل هذه الرسالة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولذا قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فأبشري، بل أنا أبشرك وأقول: ما دامت الأمة فيها أمثالك أنت ممن يبكي قلبه على الدين، ممن يبكي قلبه لواقع الأمة، ويود أن لو بذل الآن روحه ودمه لنصرة دين الله، أقول أبشري ولتبشر الأمة كلها. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. فأسأل الله أن يكثر في الأمة من أمثال أختنا هدى، وأن يرزقنا وإياها وأخواتنا وإخواننا وأولادنا الهدى. ومن أمثالك يا رب استرنا يا رب. ومن أمثالك يا شيخ، الله يحفظك.